لكن الموضوع موضوع مزري جدا. موضوع يعني يخوف. اول حاجه نمره واحد، انا عندي ابن خالنا لسه ما تم 20 سنه. اول امبارح نزل من بيته في ارض اللواء عشان يصلح موبايل، اختفى. مشينا، اتصلوا بيا 7 صباحا. طلعت من البيت 9 صباحا، لفيت كل اقسام الشرطه في محافظه الجيزه، ما عثرت عليه. المهم انا ما اقدر اتكلم عن الناس التفاصيل السيئه، انه في ناس قالوا احتغلوه، وفي زول قال احتغلوا بنفسه وحيفكوا لينا، وانه ترحل من النايله كده. الموضوع في الامر انه يا اخواننا، انا مشيت اقسام الشرطه، كل اقسام الشرطه الان فيها قسم شرطه العجوز امبارح كان فيه اكثر من كم 20 شافع سوداني. والله انا لقيت حداد اعمار 15 سنه. انا مشيت الجوازات امبارح، في ناس ودوهم عرض في الجوازات في العباسيه اعمار 16 و15 سنه. ده واحد. الحاجه الثانيه، اكثر من 30 من كل الاقسام كانوا في العباسيه امبارح، اكثر من 30. قسم العجوزه بس امبارح كان فيه زي كم 20. لفيت الاقسام كلها. قسم بولاق كان فيه زي حوالي 17. في واحد اداني رقم زول من قسم بولاق، لقيته في سيرفيز بيقبض في الناس، يعني قاعدين في الحوش جنب المكة الاهلي، بيقبض في الناس في داخل الحظيره دي. عربيه واقفه، بيروحوا بعربيه صغيره، بيجيبوهم من 20 من الطالبيه، من وين من وين، يلموه في العربيه الكبيره دي يرحلوهم على الاقسام على قسم بولاق. طيب، الشاهد في الموضوع انه انا جيت قسم العجوزه امبارح 3 مرات. اول جيت قسم العجوزه قالوا لي لانه بيقبضوا بعرض اللواء وبيجيبوا قسم العجوزه، في النهايه حاجي قسم العجوزه. مشيت الجيزه، مشيت نقطه ارض اللواء، مشيت الصحفيين، كل النقاط اللي بتجيب للعجوزه مشيت لها، ما في. جيت اللي هو الكوبانيه الاصليه اللي هي اللي هي العجوزه، قسم شرطه العجوزه، ما في. قالوا ما فيش. دخلت للناس المباحث بنفسي، دخلت لمدير القسم المامور البتاع، كلهم ما في. قالوا الود ما في هنا. اتفاجئنا بانه اتصل الساعه 4 صباحا، قال انا موجود في قسم العجوزه. من الصباح الان جينا، قالوا هو اترحل النيابه، ومشينا محل قالوا الترحيل اللي هو الشرطه اللي هي المحكمه اللي في مبابه، ما في. الود ما في. يعني احنا اكدنا انه الود مع الناس ده جوا. الموضوع الان فظيع. انا مشيت قسم الطالبيه، مشيت قسم العمرانيه، كل الاقسام دي مليانه شباب سودانيين كلها. يا اخواننا، نحن يا يبقى عندنا موقف، عندنا جاليه، عندنا سفاره بتقوم بامرنا، يا ما عندنا حاجه ونصبر للي احنا قاعدين فيه. الود ده مسجل في الامم المتحده، عنده رقم وشايله معاه في موبايله. مسجل في الامم المتحده، عنده رقم. يعني لا الامم المتحده بتحميك، ولا عندنا سفاره بتحمينا، ولا كده. كالاتي: نحن هنعمل قضيه مستعجله في امن الدوله بالمحامي، لان في اتفاقيه وفي حريات 4 وكده. لغوها يعلنوا عديل، يقولوا نحن لغيناها. ما لغوها يتقيدوا بها. ده القانون. نحن نرفع قضيه مستعجله من الدوله. نحن الكلام ده السفاره لو ما عاوزه تعمله نحن نعمل. انا دكتور محمد صلاح لي من 2011 اسوأ من اللي شفته ده امبارح. انا بالمناسبه يعني امبارح انا ريحت بيتي بعد الساعه 10 بالليل، من 9 صباحا ل 10 بالليل لافي عشان اعرف بس الواد ده وين اصلا. ما عرفني الواد ده اتصل الساعه 4 صباحا قال انا في وين، عشان نعرف ذاته وين اصلا. كالاتي: يا نبقى الناس تشتغل الكلام ده، ويا سفارتنا دي تقفل تشوف لها شغله ثانيه. الان يا ناس الجاليه، يا ناس الجاليه، ارجوكم رجاء خاص، خلونا من شزمتكم والكلام الفارغ اللي بتعملوا فيه ده والمجموعات والكلام الفارغ ده، وعليكم لو اشتغلوا معنا شغل صح. يا اخواننا، يا ايها السودانيين، يا ايها السودانيين، يا نبقى نحن ناس عندنا بلد. يا اخي بلدنا بقت فقدت الهيبه، فقدت اي حاجه. ما ممكن يا جماعه، اصلا ما ممكن الكلام الوضع اللي بيحصل ده. انا مشيت امبارح العباسيه، اقسم بالله مزري، سودانيين قاعدين في الواطه. الطابق الثاني ده مليان عم بكره ابي فيه اكثر من 5000 سوداني، الوحيدين اللي عندهم صفوف. ما في الشبابيك دي لا فيها سوري، لا فيها اردني، لا فيها كويتي، لا فيها اي شيء. فيها سودانيين الرزلين بوجهه نظر المصريين الان، لانه نحن قبلانين بالوضع ده. نحن قبلانين بالوضع ده. يعني احنا نجيف يعمل لنا سلك بشوك
سلك شايك في حته يحطون السودانيين معززين مكرمين قاعدين تحت الشجره، قاعدين في ملايه محترمين. ويا اما نحن ما عندنا وضع في البلد دي ونشوف لنا حاجه ثانيه. انا قاعد من 2011 لكن ما شفت مستوى انا والله على اختي طيبه مع المصريين قاعد من 2011. لو ما على اختي طيبه ما اقعد من 2011. لكن الشيء شايفه ده لا يشبهنا ولا يشبه وطننا. واي زول يقبل بالوطن ده يا اما هو زول منتهي، يا اما زول ما عنده كرامه، يا اما زول ما عنده انسانيه. يا اخوانا، الرسالة دي موجهة للباقي من الدعم السريع، الناس الفضلوا من الدعم السريع خاصة من قبيلتي المسيرية والرزيقات. يا جماعة، نحن نؤمن إيمان قاطع بأن يا جماعة الجيش ده هو المفوض، والجيش ده هو صاحب الجلد والراس. ونحن يا جماعة رسالتي دي دايرة أوجهها لقبيلة الرزيقات والمسيرية عشان ينقذوا باقي الأولاد ديل. الآن الأولاد ديل الجيش شغال فيهم مفرمة، والمستنفرين الآن يعني جاهزين وقاعدين يتسلحوا الآن وكثير من الخنادق حفرت. يعني بعد كده الأولاد ديل يا جماعة أي تحرك لأي قرية من القرى يا جماعة الأولاد ديل بيوقعوا في كمينة بتاعت محرقة. فيا جماعة الرسالة دي انشروها للأولاد ديل استسلموا. يا أبناء الدعم السريع، يا الشباب، يا أبناء المتمردين، يا الميليشيات، انتوا غشيتوا الأولاد ديل. ويا أبنائي بيضحكوا عليكم، غايتكم ما داير يظهر، غايتكم لا يمكن يقول لكم مات، غايتكم ده مات وغايتكم ده قتل. لكن الجماعة الفوق ديل ما بقول لكم مات، ما بقول لكم قتل، لأنه الراجل ده عنده أموال، عنده أموال. لو قلت قتل بتسألوا منها، الناس حتمشي تبحث على الأموال دي وين؟ المسؤول منها منه؟ وين المليارات الدولارات، ملايين الأطنان، آلاف الأطنان من الذهب؟ يا أبنائي، الناس دي اللي بيدعموكم ديل واللي بيضحكوا عليكم ديل بيتاجروا بحميتي. اسمعوا الكلام ده وانتوا قاعدين تموتوا. انتوا بعد كده ما عندكم قيادة، انتوا قيادتكم بعد كده أجنبية، قيادتكم ناس حمدوك والقحاطة بيحركوا فيكم. يا أبنائي، يا العغلاء من قيادات الدعم السريع، إن كان فيكم عغلاء القايدين لكم على الأرض، الرسالة دي أتمنى تصلكم. يا أبناء الدعم السريع، هذه رسالة والله لا أريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما أكرمكم لوجه الله. الآن اللعبة انتهت، والآن يا أبناء الجنجويد، يا أبناءنا في الدعم السريع من السودانيين، أنقذوا أنفسكم، اشتروا أنفسكم من الله، أنقذوا نفسكم. الآن انتم معقول يا أبنائي 9 شهور غايتكم ده ما يخاطبكم؟ 9 شهور كان في دولة برا، وين رئيس الدولة؟ وين الناس اللي معه ما يظهر؟ خايف ماله ما يظهر في الدولة البرة دي؟ إذا كان في الخارج، وإذا كان في الداخل وين موجود؟ الغورة دي انتم مشيتوا ليها، ضربتوا ناسا، قتلتوا ناسا. زوكم ده كان في مدني أكان قابلتوه، زوكم ده كان في الخرطوم، الخرطوم ما فضل فيها بشر، الخرطوم بقت عبارة عن خرابات، وعبارة عن خرابات أشباح. زوكم ده وين؟ زوكم ده كان في الأرض، كان قاعد له في بيارة في بير مش بدروم في الخرطوم، كان طلع والناس كانوا وصلوا له. زوكم ده ما في، زوكم ده مات. انتوا قاعدين تموتوا، انتوا بتموتوا من أجل ماذا يا أولادي؟ كان القروش انتهت، وكان رواتب ما في، وكان سلطة ما بتلقوها، وكان وظائف ما بتلقوها، وكان يعني قيادة. يا أبناء الدعم السريع، يا أبناء الدعم السريع، انتوا قاعدين تموتوا ساكت، بيلعبوا بيكم القحاطة. القحاطة بعد ما بيجوا
القحاطة بعدها ما بيجوا لا مدنية ولا ديمقراطية ولا انتخابات. يا أبناء الدعم السريع، الرسالة دي يا جماعة من فضلكم انشروها. يا جماعة أنقذوا الأولاد ديل. يا أبناء الدعم السريع استسلموا. يا أبناء الدعم السريع أرض السلاح. يا أبناء